محمد صلاح عمل كل حاجة امبارح في مباراة ليفربول وجالاتا سراي التركي. سجل هدف وصنع هدف وضيع ضربة جزاء وعمل كل حاجة حرفيا، وانفراد ما يضيعش ضيعه، وكمان خرج من المباراة مصاب. لكن محمد صلاح امبارح يعني في أصعب أوقات ليفربول بيوصل للهدف رقم 50 ليه في البطولة الأوروبية. لكن ليفربول طريقه صعب جدا جدا جدا. في طريقه باريس سان جيرمان، المواجهة اللي بتعيد للأذهان اللي حصل الموسم اللي فات في ملعب أنفيلد واللي عمله عثمان ديمبلي. لكن طبعا ده ما يخليناش ننسى المواجهة النارية اللي هتكون بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. المباراة هتكون مختلفة تماما. دييجو سيميوني وهانز فليك هتكون المباراة ما بينهم صعبة جدا، وهتكون مباراة لدغدغة الأعصاب يعني، واللعبة حرفيا هيكون ما بينهم صعب جدا. لكن ده برضه ما ينسيناش المواجهة القوية جدا والانتظار اللي أحر من الجمر بالنسبة لبايرن ميونخ لفريق ريال مدريد، على الرغم ان يعني المواجهة انا بشوف انها محسومة للريال من قبل ما تتلعب في الذهاب والإياب. لكن برضه ده ما ينسيناش المواجهة المهمة جدا والقوية جدا ما بين أرسنال وسبورتنج لشبونة. دوري أبطال أوروبا هيكون صعب جدا في دور الثمانية، وزي ما أنا ما قلت محمد صلاح بيعيد لنا مرة تانية الفرحة بعد الإنجاز اللي عمله في دوري أبطال أوروبا. ومحمد صلاح مطلوب منه حاجات كتيرة جدا في البطولة في الأدوار اللي جاية. يا ترى ليفربول هيقدر يصحى قصاد باريس سان جيرمان، ولا للأسف هتكون يعني مواجهة باريس سان جيرمان هي المواجهة الأخيرة للليفر في دوري أبطال أوروبا؟